بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثرت التعاليق الموجهة لتقييم مدى الحضور والغياب في مهرجان ما يسمى بموازين، ورأيت الكثير مما يسهب الكلام في الموضوع منتصرا لما يميل إليه، فكأن القضية هي قضية تطاحن فكرتين في البلاد مرجعة مآلات الحضور وعدم الحضور للموازين كقضية محورية في هذا البلد. فماذا تقول أنت عن مسألة الحضور وعدم الحضور؟ واحدة. ثانيا، هل يمكننا إن شاء الله تعالى أن نحكم على الحضور وعدم الحضور وربطه بالنجاح أو فشل ما يسمى بالمهرجان؟ ثالثا، إذا كان من حقنا بإذن الله تعالى كمواطنين عاديين أن نتحدث عن فشله أو عن نجاحه، بأي منطق وبأي مرجعية وبأي ميزان نزن؟ هذا هو إن شاء الله موضوعي، أشارك مع كثير من أبناء هذا الوطن، وخاصة أولئك الذين يهتمون بصناعة محتوى ينفع الناس ويرفع وعي الناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولا، هل نجاح موازين أو فشلها مرتبط بعدد الحاضرين وعدد الغائبين بمقارنته مع الحاضرين والغائبين في المهرجانات السابقة، النسخ 18 اللي فاتت؟ مش بهذا الشيء باش نقيمه إن شاء الله تبارك وتعالى؟ هل نقيم النجاح والفشل ونربطه بالقدر الذي يحضر أو يغيب؟ هذه الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. أما مسألة ربط النجاح والفشل بعدد الحاضرين أو الغائبين، هذا إن شاء الله تبارك وتعالى تحصيل حاصل، وأنت لا يمكن أن تحكم على النجاح والفشل في عدد الحاضرين، ولكن تحكم على الفشل والنجاح على مدى تأثيره على المغاربة كلهم في مثل هذه الظروف، يعني كفكرة. إذن كيف تحكم على هذه الفكرة؟ أحكم عليها إن شاء الله بناء على 3 منطلقات. أولا، كمسلم أحكم عليه من ناحية مرجعيته الفكرية التي يحملها. ثانيا، من ناحية وقوعه في ظرفية خاصة. ثالثا، من ناحية تأثيره ومردوديته الفكرية والتوعوية على الأمة بإسرها. إذن فإن شاء الله تبارك وتعالى سأركز على هذه الأمور ال3، لأنني إنسان مسلم وأعرف بيني وبين ربي، وإن غاية ما أريده مرضاة ربي في كل ما أقوم به وأذر. فإن القاعدة تقول: لا يحل لمسلم أن يقدم على فعل شيء أو التحدث عن شيء حتى يعلم حكم الله فيه. إذن بدي إن شاء الله تبارك وتعالى بحكم الله في هذا الأمر، فتقييمه أولا من ناحيته الشرعية كأمة مسلمة ودولة دستورها الإسلام، وكوني مسلم أنا مخلوق سيحاسبني الله. فما هو إن شاء الله تبارك وتعالى نظرة الشرع إلى مثل هذه المهرجانات؟ لا إله إلا الله. نظرة الشرع لهذا المهرجان إنما تنبني أساسا على الفكرة التي تقوم عليه وعلى ما يقوم فيه
وعلى هؤلاء الحاضرين الذين يحضرون فيه، وعلى التمويل الذي تمول به هذه المهرجانات. يا الله. أما الفكرة التي تقوم عليه فلم تعد أبدا مسألة مهرجان موازين، هي فقط استقبال هؤلاء المغنين وهذا المهرجان الغناء الموسيقي في مغرب الثقافات، لا، أصبحت فكرة. وترون أنها لأول مرة تظهر المرجعية في شكل عين لأول مرة، وتنقلها حتى القناة الإعلام العمومي. وقد تحدث أبناؤنا في جميع مواقع التواصل على هذا الأمر الجديد الذي حضر، وأنا لا أسهب في الكلام عن ذلك، فكلهم يعرفون إلى ماذا ترمز تلك العين. الله. وهذا أكبر مستجد سبحان الله في هذا المهرجان، فهو يبين المرجعية الحقيقية لمثل هذه المهرجانات. فنسأل الله أن لا يمكن هؤلاء من بلدنا، فحيثما حلوا حل الحرب الشعواء للدين ولفكرة الإسلام. الله. أكتفي بهذا القدر فقط لمن ألقى السمع وهو شهيد. هذه صدفة سبحان الله. وهذا هو الذي يظهر في المهرجانات التي تقام في أرض الحرمين، وفي المهرجانات الكبيرة التي تقام في دول الغرب فانتقلت إلينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما مسألة المضمون، أنتم ترون المضمون واسمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. حينما تستدعى ويستدعى بعض هؤلاء المغنين والعياذ بالله الذين لا يخفون انتماءهم لأفكار أخرى المثلية وغيرها. نيكي ميناج قبض عليها في هولندا وهي تحمل المخدرات راه معروف، اللي بغى يمشي يشوف. والله لا عجب يا سيدي. ثم هنالك من يتجاهر منهم ويجاهر بأمور خطيرة ليس ضد الإسلام فقط، ضد فطرة الإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نوقف هنا في هذه الثانية في هذا التقييم. والثالث الحضور إن شاء الله تبارك وتعالى. أنتم ترون يعني النوع تاع الحضور والنوع تاع الرقص والنوع تاع الاختلاط. نوقف هنا إن شاء الله. والرابعة أموال كثيرة جدا، يعني رحمة بهذه الأمة، وهي تعيش إن شاء الله تبارك وتعالى ما علمتم في العيد ودخول المدرسي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ارتفاع الأسعار، البوطة كذا، في حين أنه ينفق بسخاء على مثل هذه المشاريع. إذا هذا التقييم الأول من ناحية المرجعية. التقييم الثاني من ناحية الظرفية. ليس كل المشاريع الناجحة حتى من الناحية المرجعية والتوعوية لا يمكن إقامتها حتى هي إذا كانت هنالك ظرفية خاصة، وأنتم تعرفون الظرفية التي نعيشها. والبعض يريد أن يفصل هذا عن ظرفية المسلمين، وهذا اللي جاوبت على المسألة. هل تعلمون أن شمال غزة للشهر كذا لم تدخل إليه أبدا شيئا يطعم؟ والله إنني أستشعر الخجل بهذه الفيديوهات التي تأتي من هنالك وتستحث الأمة أن تقف معها، وأنهم يشكون إلى الله تعالى جلد العدو وضعف الصديق. ما نزيدش لهذا الشيء. هذه ظرفية صعيبة بالنسبة للمسلم. وراك شو المغاربة الله يجازيهم بخير قالوا كيف نرقص على جماجم إخواننا وآلامهم. والله يا أخوتنا منين تشوف شي ناس شي وليدات صغار ما كلاوش غير عظام صعب، غير عظام. ما من مسلم لا يهتم بأمور المسلمين ويخذلهم في الوقت الذي ينبغي أن ينصرهم
إلا خذل في وقت كان في أمس الحاجة للنصرة. فالذنب لا ينسى، والبر لا يبلى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. الظرفية في الداخل. أنتم تعرفون لحد الآن، وقد ذكرنا هذا، أن إخواننا في الحوز، والله لا شتك تصور نتاع شي إخواننا تما لا زالوا لحد الآن ما عندهمش حتى خيمة. سمعت لهم مساكين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولى بإذن الله تبارك وتعالى أن نهتم بهؤلاء المواطنين. نوقف غير هنا في الظرفية صافي، هذا الشيء تكلموا عليه بزاف الناس. ثالثا التقييم من ناحية المردودية، المردود الثقافي. هذه هي الثقافة، هذا الذي نريد بإذن الله تبارك وتعالى أن نطبع الناس معه. المردود التوعوي، هل هذا يوعي الأمة للخطر المحدق بها وما يكاد لها ويخطط لها من قبل البنك الدولي الذي أغرق المغرب بديون ثقيلة، أصبح يتحكم في مفاصل ردهات اتخاذ القرارات المصيرية في المسائل الاستراتيجية، في التعليم وفي الصحة وفي كل الأمور. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأية مردودية هاته لمثل هذه المهرجانات على المستوى الفكري، على المستوى الثقافي، على المستوى السياسي، على مستوى الفعل الحضاري. هنا هو المردود. أنتم تشوفوا المردود كي داير، شوفوا الشباب اللي راح يحضر تما مسكين، شوفوا هذه الضحايا تاع الشباب. لا حول ولا قوة. أنا نبقى نسمع، نبقى نشوف، نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا. أكتفي بهذا النوع من التقييم إن شاء الله تعالى على مستوى المرجعية، على مستوى الظرفية، على مستوى المردودية على المجتمع. هذول ثلاثة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما اللي يبغى يقول ناجح ولا اللي يبغى يقول فاشل بدون معايير فهو حر يا أخي. إذا ما اسمه بغيت تقول لنا من عند الشيخ عبد الله، اسمه بغيت تقول لنا، قولنا ما الذي تريد أن تقوله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنسكت لا نتحدث في مثل هذه الأمور؟ نسكت كدعاة؟ نسكت؟ لا، سنواصل مسألة معركة الوعي حتى نلقى الله. لا نقيل ولا نستقيل، لنعذر إلى الله. فما دامت الأنفاس تتردد في صدورنا عهدا مع الله أننا نقول ما نرى فيه مرضاة الله ويصب في مصلحة خدمة بلادنا، لا نقيل ولا نستقيل. هذه الأولى. ثانيا نحمل أيضا الأمانة المطوقة أعناق العلماء بها، وهي البلاغ. الله الله الله. ونناشدهم، نريد أن نسمع صوتكم في هذا الذي يحدث. الشعوب تريد أن تسمع من العلماء. احنا ماشي مو علماء يا صاحبي، نريد يا أخي، نريد أن نسمع رأي العلماء في هذه المسائل حتى لا يعيش الناس في تخبط فتكثر عليهم المرجعيات فلا يعرفون إلى أين يصيخون آذانهم. فالعلماء نستحثهم ليقوموا بأدوارهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. اسمعت يا سيدي؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. حفظنا بكري ملي كنا صغار: من كتم علما علمه الله ألجمه بلجام من النار. نريد العلماء يا أخي، نريد العلماء يا أخي، باش احنا ما نبقاوش نتكلموا في واحد الحاجه اللي ما نقولوا نريد العلماء. لا اله الا الله. الثالثه
نريد من المساجد أن تقوم بدورها، بدل أن نسمع عن مسألة توحيد الخطبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الخطيب ينبغي بإذن الله أن يكون ممن يعيش واقعه ويتصدى لكل انحراف، فهو نائب رسول الله على منبر رسول الله ليوجه الناس إلى ما فيه خير في الدنيا والآخرة. ثالثا، الإعلام عندنا غائب وحاضر. غائب في ماذا؟ غائب حينما يتعلق الأمر بتوعية الأمة بما يصلحهم، لكن حاضر بقوة في مثل هذه المناسبات للترويج لها وإشاعتها، لأنها ترتبط بالإعلانات وبأمور كثيرة وبإجندات أخرى. ولذلك أنا أقول لصناع المحتوى: أنتم الإعلام البديل. رابعا وأخيرا، هذه معركة وعي طويلة، لا بد أن يتسلح الإنسان في سبيل إقرارها على الأرض واستنباتها واستمرارها. لا بد أن يتسلح بالصبر وبالصدق مع الله. فأسأل الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص. فإن كان الذي قلته فيه بعض الصدق وبعض الحقيقة فهو من الله، فلله الحمد والمنة، وإن كان غير ذلك فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك كله براء. وأعوذ بالله أن أقول على الله ورسوله ما لم يقولا. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.